اذا كنتي اول مره تزوريني يا ريت ما تنسينيش باللايك والاشتراك في القناه. واذا كنتي مشتركه يا ريت تفعلي الجرس. النهارده هنعمل مخلل اللفت. شايفين لونه وازاي بيبقى لونه كده، وازاي يكون مقرمش لاخر واحده. ولان كتير بيشتكي ان مخلل اللفت معروف بيتهري وما بيعيشش فتره طويله. هنقول لكم اسرار تخليل اللفت وازاي نحافظ عليه لفتره طويله، وممكن تخليه لغاية شهر رمضان، من النهاردة لغاية شهر رمضان، ويكون مقرمش وجميل. اول حاجة بنجيب اللفت ونغسله كويس. طبعا معروف اللفت ما بيكونش بيكون مليان طين وكده، فاحنا ننقعه فترة طويلة في المية عشان نعرف نغسله بعد كده. ممكن لو اي ليفة ممكن بتستخدميها في غسيل الخضار تستخدميها في غسيل اللفت. وبعد كده وهو معانا بنحط حبتين بنجر، هنا 3، انا حطيت 2 بس. وبعد ما اغسل اللفت ببتدي اقطعه. انا بقطعه بالشكل ده، في ناس بتحب تقطعه كبير على حسب ما انت عايزة. انا هنا بستخدم قطعة المخلل، وبقطع اللفت بالمنظر ده. واول حاجه من اسرار تخليل اللفت، اول حاجه بقى نقطعه من بالليل زي كده، وبرش عليه 3 4 معالق ملح لغايه بيكون، ونسيبه لغايه الصبح بينزل الميه بتاعته. بصفي الميه وابتدي اخلله. الحرق الموضوع ده بيخلي، او الخطوه دي بتخلي اللفت مقرمش وجميل، وبيكون جميل وماسك نفسه وما بيتهريش معانا حتى لو قعد فتره طويله. بعد ما خلصت تقطيع اللفت اهو، قطعنا البنجر بنفس الشكل بقطعة المخلل. بعد كده ببتدي تحضير المحلول. انا حضرت هنا، انا عاملة 3 كيلو لفت. عملت لتر مية وعليهم 4 معالق او 5 معالق ملح. طبعا انت بتدوقي المحلول اللي انت عاملاه وتشوفيه محتاج ملح ولا لا. انا عملت حوالي 4 معالق او 5 معالق ملح، زودت بعد كده. وبعد كده بحط معلقه سكر. معلقه السكر دي بتخلي اللفت مقرمش لغايه اخر واحده. وبعد كده بحط معلقتين كبار خل، وبنقلب كويس المحلول لغايه ما يدوب السكر والملح معانا والخل كله يدخل في بعض. ولازم تدوقي المحلول ده وتشوفي محتاج ملح ولا لا. هنا بحط البنجر وبنقلب المحلول كويس لغاية ما بينزل لونه. وطبعا لما بنحط البنجر مع اللفت بمرور الوقت بينزل اللون الأحمر بتاعه. لو مش حابة تحطي البنجر ممكن الكركديه برضو بيدي لون لو عايزة اللون الأحمر بتاع اللفت، وممكن تسيبيه على كده من غير اللون ده. وفي ناس بتحط هريسة الشطة برضو الحمراء، بتكون بيديها اللون الأحمر. بنقلب كده كويس. شايفين اللون الأحمر بتاع البنجر نازل ازاي؟ بعد كده بجيب البرطمانة الكبيرة الازاز اللي انا مجهزاها، وبحط اللفت فيها. بنملى البرطمانة كلها اهو. هنملاها كده كويس. وبعد كده شايفين الكمية حلوة، حوالي 3 كيلو، وبتقعد زي ما هي من غير ما بتدوب معانا خالص ولا يتهري، بيكون مقرمش. انا هنا بحط فلفل. الفلفل الحراق ده بيدي طعم حلو خالص لللفت. انتي لو مش حباه مشطشط ما بلاش تحطي، بس انا حطيت حوالي 5 وحدات او حبات فلفل الحراق ده جميل جدا، بيدي طعم جميل كده وسبايسي لللفت. طبعا اللفت ده من مفيد جدا، والمية بتاعته يا جماعة مفيدة جدا للمعدة. في ناس كتير بتشرب المية بتاعته، ميته مفيدة جدا وينفع في الفطار مع الفول والطعمية، بجد تحفة، بيكون بيفتح النفس. وحطيت مخلل فلفل تاني لغاية ما بقى نملى البرطمانة كلها. ولو حابة اللفت يطول معاكي لمدة مثلا اكتر من سنة، ممكن تغسلي اللفت وتحطيه صحيح، الواحدة صحيحة، ولما تطلعيها تقطعيها على حسب اللي انت عايزاه، على حسب رغبتك تحطيها صحيحة. اما هنا هنستخدمها على طول، احنا قطعناها صغير. هنا بحط المية او المحلول اللي انا حضرته. شايفين لونه جميل خالص، البنجر نزل اللون بتاعه. شايفين اللون جميل خالص.
حاجة كده جميلة. وبعد كده بقفل البرطمانة بالاسترتش عشان ما يدخلش هوا. وبعد كده بحط الغطا بتاع البرطمانة عليه. انتي على حسب الحجم اللي انتي عايزاه. انا استخدمت برطمانة كبيرة عشان انا عاملة 3 كيلو لفت. ممكن برطمانات صغيرة. هحط طبقة تانية من الاسترتش. بقى احاول اقفلها كويس. ومش بيطول البنجر يا جماعة، بحوالي 3-4 ايام ممكن تاكلي منه. والسكر اللي حطيناه فيه بيخلي البنجر يحافظ على اللفت، بيحافظ عليه وبيكون مقرمش وما بيتهريش معانا. شايفين شكل معلش انا اسفه. شايفين شكل اللفت بعد ما حطينا المحلول بتاعه؟ جميل واحمر وجميل جدا. بجد بيكون طعمه حلو ومشطشط وسبايسي. شايفين اللون؟ ولو مش حابه تحطي بنجر زي ما قلنا ممكن تحطي كركديه، او ممكن تخليه كده لونه ابيض عادي، او ممكن تحطي هريسه الشطه على حسب ما انت عايزه وحابه. يا رب الوصفه تكون عجبتكم، واذا عجبتكم الوصفه ما تنسونيش باللايك والاشتراك في القناه. والى اللقاء في وصفه تانية في رعايه الله.